عرفتوا هذيك المسمنه ديال الشحم العائليه اللي كاملين كنتشهوا بالاخص في هذا الجو مع كويس ديال الاتاي، هي اللي جبت لكم اليوم. كتجي بنينه ومقرمشه، ضروري خاصكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. اول حاجه كناخذوا زلافه ديال الفينو مع زلافه ديال الدقيق البيض، كنغربلهم بطبيعه الحال، كنضيفوا عليهم معلقه ديال العسل، شويه المليحه، وكنديروها هكا الماء وكنبقى نعجن الكل. تقدروا تعجنوها في عجانه. بالنسبه لي انا المسمن كنبغي نعجنوها هكا غير في القصريه. دهنت ايديا من بعد ما دلكتها مزيان وعجنتها، وكنغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها حتى كترتاح. كندوز ناخذ الشحمه كنحكها، كنقطع معها واحد البصله مشلضه رقيق، وكنضيف معها التوابل اللي غنخلي لكم مكتوبه لتحت، وكنديها فوق البوطه. كنشحر الكل مزيان. من بعد ما كيتشحر لينا في الاخير كنضيف القزبر ومعدنوس، وحاولوا تكثروا منه شويه. وهنايا كنرجع للمسمن ديالي او العجينه ديالي، كنلقاوها عطات الطوع، وكيف كتشوفوا ولات خفيفه. كندوز هنايا كنشكلها كويرات، كندير كويره وحده كبيره وكويره هكا صغيره. كنحل الاولى كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. بطبيعه الحال كنعاون هكا بالزيت، كندير فيه الخليط ديال الشحمه كيف كتشوفوا. كنسد المسمنه ديالي كنحطها جانبا، وكندوز كناخذ المسمنه الكبيره كنحلها كيف كتشوفوا هكا حتى هي مزيان، وكندهنها بالخليط ديال الشحمه والبصله، وكندير وحده في وحده. كنبقى ندير هكا وحده في وحده حتى كنجمعهم كاملين في مسمنه وحده. كناخذ هنايا اللاطه ديال الفران، انا فرشت ليها البابي كويسون صافي، وكنسرحها مزيان وكندخلها حتى كتحمر، كتجي مقرمشه وبنينه بزاف. وقولوا لي واش نتوما بحالي كتحماقوا على مسمن ديال الشحم؟